ازاي نقول لطفل بابا مات؟ يعني لما نوصل خبر مؤلم لطفل مثلا عمره 10 سنين بيبقى التأثر للجسم بالصدمة أقوى من إحنا نوصلها لحد عمره 30 أو 40 سنة. لا، العمليات الحيوية اللي بتحصل كرد فعل للصدمة واحدة، لأن إحنا بشر في الآخر، فمش معقولة ده هيتأثر بشكل غير ده. إنما الماجنتيود يعني إيه؟ يعني الحجم بتاع التأثر يفرق. طبعا الأطفال عموما بتستقبل الصدمات، سواء صدمات نفسية أو عضوية، بطريقة أحسن كتير من الكبار جدا. هو ببساطة يعني إحنا ربنا بيخلقنا ومعانا ريزيرف محطوط في جسمنا يعرف يعدينا من السيتويشنز الصعبة اللي هنمر بيها طول عمرنا. فكل ما بنكبر بنستهلك من هذا الريزيرف أو المخزون اللي يعرف يعدينا من السيتويشنز دي. فعشان كده مثلا تسمم في الدم حصل لطفل عنده 60 يوم وحصل لراجل عنده 60 سنة. ده أبو 60 سنة ده هو خلص المخزون بتاعه قدر مش قليل منه خلال رحلة عمره دي، فقدرته على إنه هو يتعامل مع الصدمة دي 100% قل. غير 60 يوم ده لسه المخزون معاه كامل، يعني ما استهلكش منه حاجة. فإن جنرال الأطفال بتستحمل الصدمات سواء النفسية أو العضوية أحسن كتير من الكبار.